اللي باغي يتزوج شنو كيتسناك؟ الزواج راه هذاك الشخص اللي تتكون انت مشهي غير امتى نجلس انا وياه ونبرزو حدا بعضياتنا ونتزوجو ونمشيو نعيشو شهر العسل وهذا والقلوبه خارجين وداك الشيء. راه هذاك هو اللي يقدر يتشلض فيه ويشلض فيك. راه كاين اللي كيقتلوا بعضياتهم، كاينين جوج كيحماقوا على بعضياتهم لدرجه انهم مشاو قتلوا بعضياتهم، حيت مساكن عارفين فاهمين الحب غلط وفاهمين الزواج غلط. راه المشاعر ديال الانسان قلت لكم انا كتشتعل وكتنطفي. هذاك الحب اللي كتحس به دابا انت الانسان اللي باقي ما تزوجتيش، انت مثلا باقي ما تزوجتيش، الناس المزوجين فاهمين هذا الشيء. هذاك الحب راه كيشعل وكيطفى، راه كيطلع وكيهبط، مشاعرك كتطلع وكتهبط، ما كتبقاش ديما طوب، ما كتبقاش ديما طالعه في القمه، راه كتنزل بعد ما كتطفى. ما داك الانسان ماشي ما تتبغيش، ولكن ما عندك الخاطر ليه تتوقع. راه هذاك الانسان اللي غتزوج به الا ما تسوقتيش المشاعر ديالك. شوفوا، بالنسبه للناس اللي دابا مقبلين على الزواج، انا نعطيكم الراي ديالي. انا جو سوي بوغ فتره الخطوبه تكون شويه طويله، لي مينيموم 6 شهور. انا بالنسبه لي داكشي بقى الراي ديالي، لي مينيموم 6 شهور. وفتره الخطوبه ما تخليهاش فتره تكون نتايا مغمض فيها العينين وعايش ديك واو وداير نظارات الورديه. لا، فتره الخطوبه خليها فتره اللي نحل فيها عقلي ونشوف شريك الحياه ديالي، المواقف ديالو كيفاش دايرين، كيفاش تيكون داير ملي تنخرجوا مثلا تنكونوا جالسين في قهوه، تيجي السرباي كيفاش كيعامل السرباي، كيفاش كيعامل الناس اللي كيطلبوا في الزنقه، كيفاش كيعامل شخص رش عليه اللي ما في الزنقه، كيفاش كيعاملني ملي كنتعطل، كيفاش كيعاملني ملي كيشوف فيا شي حد مثلا، كيفاش كيعاملني ملي كيكون معصب، كيفاش كيعاملني ملي كيكونوا عنده الفلوس، وكيفاش كيعاملني ملي ما كيكونوش عنده الفلوس، كيفاش كيعاملني ملي كنجي ماكيا وكيفاش كيعاملني ملي ما كنجيش ماكيا، كيفاش كيهضر على دارهم. شوفوا هذا الشيء راه المراه ولا الراجل، باش ما تهضرش انايا على الراجل، المراه ولا الراجل، الراجل خصو يرد البال مع هذا الشيء. كيفاش كيعاود على دارهم، كيفاش كيعاود على خدمته، كيفاش كيعاود على صحابه، كيفاش كيعاود على لي زيكس ديالو، الناس اللي كانوا معاه في حياته قبل مني، طليق ولا طليقه، اكس ديالو، علاقه، خطوبه قبل، شنو كيفاش كيهضر عليهم، واش كيعاير ويسب ويقول هما خايبين هما خسروني اولا ما تفاهمناش. انا يمكن كان مني غلط، كنت هذا. شوف كيفاش الانسان كيتعامل. راه في فتره الخطوبه وفي فتره التعارف كتبين لينا هذاك الشخص. باردون، سامحوني سوري. قلت لكم فتره التعارف وفتره الخطوبه تتبين لينا داك الشخص كيفاش داير، وحنا حيتاش تنكونوا هايمين ودايرين النظارات الورديه ما تنردوش البال مع داك الشيء، ما تنردوش البال شي امور تيكونوا باينين. تيبان لنا هذاك الانسان راه بسيكوبات، راه هذاك غنتزوج به واقيلا انا وياه غنبقاو ما كاين غير تشلاض، كاين غير التشيار بالماس والماعن، وراه كاين هذا الشيء، راه كاين اللي كيموتوا على بعض تيموتوا، ومن تشوفهم في الزنقه حبيبه وبيبي وشتايم وشيري ومون امور جويوز انيفرسير وداك الشيء نتاع. ولاني ملي كيوقع بيناتهم مشكل بسيط تا خصو الهضره مع بعضياتهم ويمديو يديهم على بعضياتهم ويسبوا عائلات بعضياتهم ويهرسوا فما عن بعضياتهم ويقطعوا حوايج بعضياتهم وياديو بعضياتهم ويصيفطوا بعضياتهم للسبيطار ويديروا الشوهه اللي وقعت دابا واللي شفتها انا، اللي وقعت دابا تخرجوا باردون وشفتها انا، موقف اللي ما زوينش. واللي فكرت فانا في ديك البنيه بقات فيا البنيه باسكو باينه تبارك الله من هضرتها لانها كبيره في عقلها كيديروا هذا الشيء ليا انا. اولا ما رضاتش قدام الناس، ثانيا ما عجباش امها تشوفها في ديك الحاله واحد الموقف لا يحسد عليه. انا بقات فيا الماء وكنت كنفضل يكون الراجل دار معامله اخرى، ما يديرش هكا، ما يخرجش الزنقه ويوقف حدا ويبقى يقول لها شوا كان خصو يتعامل بطريقه اخرى ما علينا باش ما نكونش محايده العياذ ما عرفتش كتقولوا لها. ردوا بالكم، ما تنساقوش وراء المشاعر ديالكم وتمشيو تختاروا واحد الانسان اللي مالي بالكبت والعقاد والامراض النفسانيه في الصغر ويجي يبردها فيكم نتوما ملي تتزوجوا. راه داك الشيء اللي كيكون قبل الزواج راه ماشي هو مره الزواج مور الزواج. اختاروا انسان ناضج، وتنتيا اولا تنتكونوا ناضجين في عقلكم،
انسان حدو يتزوج يقول انا دابا غتجي في عقلكم. انسان حدو يتزوج يقول انا دابا نضجت. شنو هي نضجت؟ يعني غنفكر بنضج، يعني ما غيبقاش داك التبرهيش ديال شكون صنع عليك، مال امك ما قالت ليش مبروك العيد، مالك درت لك الماكله وما قلتيش يلا يعطيك الصحه، مالك ما قلتش هاد البيجامه جاتك زوينه، مالك انت كتخرج مع ستة ماشي الصونس. ندير انا وياه قربال على ود هادي، ندير انا وياه قربال حيت نورمالمون خصو وصيتو البارح يجيب ليا مثلا في الصباح النعناع مثلا، ما جابوش. ندير انا وياه قرباله على ود هادشي. لا تناقشنا وكاين بيناتنا اختلافات وجهه نظر، غنتناقشوا ماشي كجوج ديال الحيوانات كيدابزوا، ماشي كجوج ديناصورات كيدابزوا، كجوج بنادم مرا وراجل كيهضروا. الا بغيت ندابز بكلاس وندابز على مسائل يستاهلوا. هادشي اللي بغيت نقول لك، راه تيدابزوا لي كوبل وتيطلقوا لي كوبل على شي تخربيق لا حول ولا قوه الا بالله. الا سمعتوا داكشي اللي كاين راه ما يمكنش. واش كيمدابزين على ود الفيسبوك، دابزين على ود تيك توك، دابزين على ود شافت ميساج عنده، شاف ميساج عندها، ما هضرتش مع مو مزيان، ما باركت لهاش العيد، عايرات خالته ما دار له الصباط وما دار لهاش، ما جابليش الكادو. لا تزوجتي ايوا نضجي، تزوجت ايوا نضج، كيما كان السن ديال الكبير ولا صغير. نضج الانسان يكون نضج في عقله، كبر شويه وما يبقاش يأدي. وماشي انا شريك الحياه ديالي مشى عاود لي واحد السر ملي كنا انا وياه في لحظه صفاء، مشى عاود لي واحد السر ديالو، مشى عاود لي على واحد نقطه الضعف ديالو، نمشي نعايرو بها انا من نكونوا مدابزين. او العكس صحيح، الراجل عاوتاني يعاير المراه بشي حاجه قالتها لي ولا شي عيب في عائلتها ولا شي نقطه الضعف قالتها لي. شريك الحياه هو الشخص الوحيد في الدنيا اللي يقدر يخليك تنتحر، اللي يقدر يمرضك مرض نفسي، اللي يخليك اللي يقدر يخليك تفرح، واللي يقدر ينزلك للقاع بكثره الحزن. دونك عافاكم ردوا البال وعرفوا شكون كتختاروا. السلام عليكم. اول حاجه الزواج راه ما ساهلش الخوت، ما تجيكمش ديك الفكره في راسكم تقولوا الزواج راه ساهل. لا ما ساهلش. الزواج اللي بغيت تزوج خص اول حاجه تكون عندك واحد القضيه ديال انك تكون ماشور في دماغك، ياك العقل ديالك يكون ناضج. لان الزواج ما كيبغيش شي واحد اللي عقله صغير ولا باقي ما نضج، لا عند المراه لا عند الراجل. المراه خصها تكون ناضجه، المراه خصها تكون فهمتي عارفه شنو هو الزواج. راه ما غتبقاش المراه ديك البنت راه عند دارهم، لا غتولي عندها واحد الدار، وداك الدار خصها ضروري تكون ريسبونسابل عليها. هو كذا مثال الراجل حتى هو خصو يكون بعقله، خصو يكون ماشور، خصو يعرف انه ما بقاش ديال راسو، ما يبقاش عندك ديك الحريه ديال تسافر الوقت اللي قال لك راسك ولا تخرج الوقت اللي قال لك راسك. كتكون عندك الصدمه في الاول، هذاك عدم التقبل ديال كيفاش انا كنت حر، انا كندير راسي، كيفاش وليت دابا انايا خصني ندخل في واحد الوقت محدد، في الوقت اللي انا كنت عايش الحريه، كنشوف صحابي الوقت اللي قال لي راسي. ما كاينش شي حاجه كتضبطني ولا شي حاجه. ملي كتزوج مكيبقاش هذا الشيء، لان عندك واحد مرتك كتسناك ولا عندك وليداتك كيتسناوك. دونك خصك ضروري تمشي عندهم، ضروري انت تبقى في دارك معمر دارك. يعني الزواج الخوت راه فيه بزاف ديال الامور، عاوتاني في لو كوتي فينونسيير كتولي هاز ريسبونسابيلتي، هاز مسؤوليه. دونك ضروري خصك تخدم، دير راسك تقد تخدم اليوم غدا لا، فهمتي. عاوتاني المشاكل ديال الزواج ديال الزوجين خصهم يكونوا فاهمين على واحد البلان ديال المشاكلهم، يبقاو بيناتهم، ما يحاولوش يقحموا الناس اخرين سواء العائله سواء هادي. لان مثلا الزوج مشى دار بلان خايب مع الزوجه ديالو مشات تشكات لوالديها، والديها بطبيعه الحال ما غاديش يحملوا داك السيد. راه هما مشاكل كيطراو عادي، ما غاديش يحملوا، غادي يقولوا شو عطيناه البنت، شو كيفاش كيتعامل معاها خايب. وفي الاخر كتنوض هذيك الزوجه كتصالح مع الزوج ديالها، ولكن كيبقاو ديما العائله واخدين واحد الفكره خايبه على الزوج. والعكس صحيح، الزوج بعض المرات الزوجه ديالو كدير ليه بلان كينوض هو يتشكل والديه كياخذ واحد الفكره خايبه على الزوجه. لا بحال هاد الامور هادو ما خصهمش يكونوا. خص الا طرا شي مشكل يجلسوا اطابل هو والزوجه ديالو ويحلوا المشاكل ديالهم. واش فهمتوا غير نوصل لكم؟ الزواج راه كيبغي واحد الصبر، وكيبغي تكون راسك فهمتي كما كنقولوا، فهمتي ما تقصحش راسك بزاف الا بغيتي المؤسسه الزوجيه انها تنجح. سالينا هذا هو الكود. بغيتي المؤسسه الزوجيه
خصك تكون واحد الانسان متفهم، واحد الانسان رزين كما كنتي كتشوف باك انت باش كيفاش نجح ديك المؤسسه الزوجيه. نجحها بانه كان كيصبر، كان كيسمع، ما كانش فهمتي بزاف ديال الامور. فالمهم اي واحد كيفكر انه باغي يتزوج خصك تكون اولا ماتور في دماغك، هذه اول حاجه، وتكون ديك البساله اللي كنتي كدوز في حياتك تكون صافي ساليتي منها، صافي البساله ساليتها، دوزت واحد المرحله في حياتي كنت باسل، دابا وقت الجد سالينا. نهار يتوفروا فيك هاد الشروط ديال انك وليتي واحد الانسان ماتور موجد المؤسسه الزوجيه، ديك الساعه توكل على الله، واهم حاجه وتقترب من الناس. فهادشي اللي كاين. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتكتبوا الاراء ديالكم. والله يعاون.